اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها سكوب والنال سيفتي. يعني ايه سكوب؟ السكوب هو بيبقى مجموعه الاوامر اللي بتتكتب جوه كيرلي براكت. يعني اي كيرلي براكت ده يعتبر سكوب. يعني هنا مثلا انا عامل انت ايج ايكوال 20 وعامل برنت ليها. طب انا لو عايز اعمل برنت للايدج دي بره السكوب اللي هو بتاع الاف، هو ما تعرفش عليها. ليه بيتعرف؟ يعني عايز تعرف الأكواد دي تتكتب فين، هتبص على السكوب بتاعها، تعرف إن هنا ده المفروض تكتب هنا. مهما تكتب هيبقى متعرف على الإيدج. خرجت بره السكوب ده، هو ما عادش متعرف عليه. طيب أنا لو عايز أعرفه عليه هتعرفه في السكوب اللي أكبر منه اللي هو المين سكوب. يعني أنا لو خدت الانت إيدج هنا وعرفتها بره، اتعرفت جوه السكوب اللي جوه، واتعرفت كمان في المين سكوب اللي هو السكوب الأكبر. تمام. فهو ده السكوب بكل بساطة. طيب أنا مثلا عملت الانت ايدج كده، ما ادتلهاش قيمة. أنا كده عملت إيه؟ كده رحت للميموري، خزنت مكان وسميته ايدج، بس المكان ده دلوقتي فاضي، يعني ما فيهوش أي داتا. حتى هنا هو بيتعامل معاه إن هو حاجة اسمها non nullable. يعني إيه non nullable؟ يعني null دي كده كأنها null. null دي اللي هي إيه؟ دي كده مفيش داتا ولا حاجة. خلينا ندي مثال يوضح أكتر. هعمل هنا انت نم واحد مثلا، وهاجي هنا هعمل انت نم اتنين واديله رقم، وهعمل انت ريزلت نم واحد في نم اتنين. هو عامل لي مشاكل عند نم واحد عشان هو بيتعامل معاها ان هي نون نولابل، وعند نم اتنين شغالة واخدة الرقم بتاعها فمتعرفة عادي. الأول كنا بنعمل ايه قبل النال سيفتي؟ كنا بنيجي مثلا نعمل if condition. لو النم واحد مش بيساوي نل، نفذ لي سطر الكود ده. ساعات كنا بننسى. طبعا لما بننسى كان لو انت بتعمل مثلا موبايل ابلكيشن بيكراش ويخرج وتبدأ اللي هو تدخل تاني. فهم عملوا حاجة منعا للنسيان اللي هو بيجبرك ان انت يعني تستخدم الكونديشن عشان تتأكد هي الحاجة دي فعلا بنل ولا لا. يعني احنا هنخزن لك نل بس بشرط ان انت تبقى عارف ان الداتا دي بنل. يعني ايه عارف ان الداتا دي بنل؟ يعني ما انا برضو يعني ايه داتا بنل؟ داتا بنل دي مثلا صورة البروفايل بتاعك جاية من الباك اند، انا واحد مش حاطط صورة فبالتالي بقت نل. فهنا لازم استخدم، لو مثلا الصورة دي جاية لي المسار بتاعها اعرضها. طب لو مش جاية هعمل امر تاني. طب انا لو عايز اعرفه ان الحاجة دي ممكن تبقى فعلا بنل، بستخدم هنا علامة استفهام. علامة الاستفهام دي بتعمل ايه؟ علامة الاستفهام دي بتعرفه ان دي nullable، ينفع القيمة بتاعتها تبقى بنل. يعني هو انت علامة استفهام نم واحد، هو كده اتعامل معاه ان دي تنفع تبقى بنل، فبالتالي هو قبل الكود. تمام. طيب انا لو كنت شلت دلوقتي الاف كونديشن، هو برضو مش راضي. بس انا مثلا متأكد ان الرقم ده هيجي لي، يعني هيجي هنا وهيتخزن فيه حاجة. طب انا لو متأكد ان هو جاي بعمل ايه؟ بعمل هنا علامة تعجب. علامة التعجب دي معناها ايه؟ معناها ان انا متأكد ان الرقم ده جاي. طب هتأكد منين؟ بيبقى في اوقات في الباك اند الداتا جاية، انت عارف ان مثلا في الستيب دي احنا زي ما احنا متفقين ستيب باي ستيب، انت عارف ان في الستيب دي
هتكون الداتا جت فعلا. بس انا لو جيت عملت هنا برنت دلوقتي وانا ما اديتلوش الرقم، هيعمل ايه؟ هيضرب معايا exception null check operator used on a null value. هو ما قبلش اساسا، فهنا لازم تشغله. لو عملت كده هو مش هيفعلها، هو عدى الاف لان هي اساسا بنل. طيب انا لو عملت دي كده ووقفت الاف كونديشن تاني، هو خلاص عارف اساسا ان هي ما عادتش بنل، هي خلاص اتخزنت. فلو جيت اعمل برنت وعمل لي 15 في 15 225، هو اتعرف عليها ان هي ما عادتش بنل، عارف ان هي اتخزنت. طيب في اوقات انا مثلا هوقف دي وعايز اقول ان الريزلت تساوي نم واحد، ونم واحد دي فاضية اصلا، فبالتالي برضو لازم اقول الكونديشن. طب انا لو عايز اقول if else، يعني لو هو الريزلت دي تساوي نم واحد، لو نم واحد ما جاش اعمل لي الريزلت وليكن بتساوي 15. الريزلت ما اتعرفتش بسبب السكوب اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية. احنا هناخد دي كده نحطها بره ونشيل الانت دي. فكرة في حالة ان هنا انت وهنا انت، هو بيدي الأولوية للسكوب، يعني الريزلت دي مش هياها الريزلت دي. تمام. تعالى نعمل لها برنت، تلاقي يرجع لك 15. فانا عشان اعرف variable انا كتبت سطر كود if else. ففي طريقة ابسط من كده. بعمل ايه؟ باجي هنا اهو الكلام ده كده، بعمل علامتين استفهام واديله الديفولت. يعني لو ده معناه ايه؟ معناه لو الرقم ده مفيش يعني جاي بنل، حط لي فيه النتيجة دي. فلو عملت رن هيديني 15 عادي. طيب انا دلوقتي عايز اصلا الريزلت برضو دلوقتي يعتبر بنل، عايز اعمل النتيجة دي لدبل. هو هيجي يقول لك ان هي نون نلبل، مش هينفع. طب لو اديت لها علامة استفهام، هو برضو بالنسبة له هي نون نلبل. ليه؟ لان انا مش معرفه هنا ان هي نلبل. طب انا كده عملت ايه لما هي دي بقت نلبل وجيت عرفته هنا ان علامة الاستفهام دي معناها لو دي بنل ما تنفذش سطر الكود ده. لو جيت عملت هنا رن هيجي يعمل لك برنت النل. ايه نل دي؟ احنا هنا الشاشة فعادي بيعمل برنت يعني. طب انا لو كنت اديت له اللي هي نل تشيك اوبريتور، يعني ايه اللي انا متأكد ان دي مش هتكون بنل، ان انا مثلا اديت لها النتيجة بس انا ما اديتلهاش النتيجة، هيجي يقول لك null check operator used on unknown value. فده بكل بساطة السكوب والنال سيفتي. والنال سيفتي هم عملوها منعا للنسيان. يعني في ناس ايام زمان كانت بتدور على السيمي كولون وفي مجموعة يعني اكواد كتير جدا وفايلز كتير جدا، وبيبقى المشروع بايظ بسبب سيمي كولون. فنفس الكلام النال سيفتي اتعملت علشان تأمين ان انت ما تعملش حاجة آه، يعني تسوحك من الاخر. وبكده يكون درسنا عن السكوب والنال سيفتي خلص. سلام.